السلام عليكم. طبعا فيديو غريب غير العادة ان شاء الله. فيديو بقى خارج عن الصيد ان شاء الله. عايز اتكلم في الفيديو عن اهم 3 شواطئ مناسبين للعائلات، اخواتنا وحبايبنا اللي مش من اسكندرية او من اسكندرية، اللي حابب يجي يصيف في اسكندرية. اقول لكم على اهم 3 شواطئ مناسبين للعائلات. اول شاطئ شاطئ المندرة او المنتزه. تاني شاطئ الله المستعان شاطئ ميامي اللي هو خالد بن الوليد. وتالت الشاطئ اللي احنا فيه ده المفضل بالنسبه لي، شاطئ استانلي. ان شاء الله ممتاز جدا للعائلات، هتروح هتستمتع واحلى جو. تذكره ب 25 جنيه. ماشي يا روضه. بالنسبه للتذكره بتاعته ب 25 شامل الكرسي والشمسيه وكل حاجه. ما شاء الله حمامات نظيفه، هتطلع من على الميه مفيش بقى رمله والكعبله دي كلها، هتخش هتغير حمام نظيف ما شاء الله فوق ال10 على 10. ان شاء الله هتيجي الشاطئ هتستمتع. نعم. وفي اللي هي الاوض اللي هي كومباوند مش عارف بيقول عليها ايه، اللي في الظهر دي، اللي تتأجر من الساعة 8 للساعة 12 ب 350 جنيه اللي حابب يقعد يوم كامل. بس انا بالنسبه لي بفضل اني انزل الميه بالليل. ده اخواتنا بتوع اسكندريه هم اهل اسكندريه نفسهم ما بينزلوش الميه بالنهار، لان الميه بالنهار معاناه. جسمك بقى هيحمر ويقشر وجسمك يوجعك ويسمر وتحمر والجو الحزين ده. فهتلاقي اهل اسكندريه اللي عايشين في اسكندريه ما بينزلوش الميه غير بالليل زي حالاتنا كده. ما شاء الله الميه بالليل ممتعه، تلاقيها دافيه والبحر هتلاقيه مريح ما شاء الله. بالليل لو جربت بالليل مش هتروح بالنهار خالص لو جالك البحر تحت رجلك، لان مفيش مقارنه. البحر بالليل ممتع، خصوصا لو في الشواطئ اللي انا بقولك عليها دي. ليه؟ زي ما انتم شايفين كده ونس، تلاقي الناس في الميه جنب منك، حواليك منك كافيتريات في اضاءه. محدش يفكر يطلع بالليل في الشواطئ المفتوحه، الساحل والهانوفيل والحتت الشواطئ المفتوحه دي لا، مش هينفع بالليل. لكن احنا بالنسبه لنا هنا الشواطئ اللي بقولك عليها دي لا ونس، حوالين منك ناس وكافيتريات واضاءه. والشواطئ نفسها لو تلاحظوا بيبقى فيه صدادات، يعني احنا الكوبري بتاع ستانلي ده مريح الموج، فهيكون مناسب جدا للاطفال. لو معاك اطفال او حاجه ما تقلقش عليهم ان شاء الله، مناسب جدا للاطفال. فلو انت حابب تجرب بالليل ما تجربش في شواطئ مفتوحه، خصوصا لو البحر عالي. وقبل ما تطلع، دي نصيحه بقى لاخواتي وحبايبي، قبل ما تفكر تطلع البحر بص على سرعه الريح، لان المقاس اللي بتطلع كل صيف للاسف الناس بتطلع ومش فاهمه، يطلع في بحر عالي. في الشتاء احنا البحر لما يبقى عالي بيقولوا عليه نور، غير مناسب ولا للصيد ولا سباحه ولا اي حاجه. لكن في الصيف البحر اللي بيبقى زي النوة كده بيقولوا عليه احنا هنا في اسكندريه ملتم، ده مش مناسب لحاجه خالص. فلازم قبل ما تطلع عشان لا قدر الله المقاس بتاع كل سنه الناس اللي بتغرق، بص على سرعه الريح. سرعه الريح معديه 30 كيلو، في مواقع موجوده على النت على جوجل هتكتب حاله البحر هتلاقيه موجود. او السرعه اكتر من 30 كيلو اوعى تطلع. قصد اي حد من قرايبك حابب تطلع تصيف، قبل ما تحدد ميعاد الرحله بص على سرعه الريح، هيبقى معاك لحد 10 ايام قدام. نقي يكون جو فيه الريح مريح، هتلاقي البحر ده عدل بحيث تطلع تبقى في امان وتستمتع. دي نقطة مهمة جدا، لازم قبل ما تطلع تبص على سرعة الريح. ان شاء الله باذن الله اللي هيجي يجرب الشاطئ المفضل بتاعنا ستانلي باذن الله يستمتع. نصيحة يعني من اخوكم، جربوا البحر بالليل. وجزاكم الله خير. السلام عليكم.